جميع الصور والنصوص وسيناريو هذا الفيديو تم توليدها باستخدام الذكاء الاصطناعي، وقد تظهر بعض الأخطاء في النطق أو في الصور، لكننا اخترنا أن نعرض لكم الصورة كما هي بدون تعديل لنحافظ على الطابع الخام للتجربة. هل كنت تعلم أن المغرب بمناخه الدافئ ولياليه الصيفية الجميلة يعتبر أيضا جنة للبعوض؟ إذا كنت قد قضيت ليلة تحاول فيها الضرب والخدش فأنت لست وحدك، فقد طور المغاربة على مر السنين طرقا ذكية وأحيانا تقليدية للتخلص من البعوض أثناء النوم دون الحاجة إلى مواد كيميائية باهظة. اليوم سنكشف لكم عن أفضل 5 طرق يستخدمها المغاربة لمحاربة البعوض أثناء النوم. الطريقة الخامسة: أوراق النيم أو الخزامة. يضع بعض المغاربة أوراق النيم أو الخزامة المجففة تحت السرير أو بجانب النوافذ. النيم يعتبر طاردا طبيعيا للحشرات، رائحته تزعج البعوض، أما الخزامة فرائحتها جميلة لنا لكنها كابوس للحشرات، وفوق ذلك تجعل غرفتك تبدو كأنها منتجع. الطريقة الرابعة: حرق البخور أو قشور البرتقال المجففة. نعم، كما يستخدم البخور في التبريك والرقية فهو أيضا يبعد الحشرات. الكثير من الأسر المغربية تقوم بحرق قشور البرتقال أو أوراق الغار قبل النوم. الدخان يربك البعوض ويبعده. إنها طريقة تجمع بين الرائحة والثقافة والفعالية. تذكير: لا تنسى إطفاء البخور قبل النوم. الطريقة الثالثة: الناموسية أو ما يعرف بالناموسية. إنها الحل الكلاسيكي، رخيصة، تتيح التهوية وفعالة جدا. تجدها معلقة فوق الأسرة خصوصا في القرى والمنازل التقليدية. بمجرد ما تدخل إليها لا يمكن لأي بعوضة أن تمسك، لا لدغات، لا رش، لا قلق. الطريقة الثانية: فخ الخل والقرنفل. خدعة منزلية بسيطة ولكنها شائعة الآن في العديد من المنازل المغربية. خذ وعاء صغيرا، ضع فيه الخل الأبيض وأضف إليه بضع حبات من القرنفل. ضعه بجانب سريرك أو قرب النافذة. رائحة الخل والقرنفل لا تطاق بالنسبة للبعوض فتبقى بعيدا. طريقة رخيصة، فعالة ومذهلة. الطريقة الأولى: حيلة المروحة والماء. عبقرية. البعوض طيار ضعيف، فعندما تشغل مروحة في الليل تنشئ تيارا هوائيا يبعده، وبعض الأشخاص يضعون وعاء من الماء تحت المروحة لتبريد الجو وترطيبه. راحة وحماية في آن واحد. نصيحة إضافية: تجنبوا الملابس الداكنة والعطور القوية. البعوض ينجذب إلى الألوان الداكنة وإلى الروائح الحلوة، لذلك ارتدي ملابس نوم فاتحة وتجنب العطور قبل النوم. تغييرات بسيطة تحدث فرقا كبيرا. فهل كنت تعرف كل هذه الطرق؟ وأي طريقة جربتها أو ستجربها الليلة؟ شاركنا في التعليقات وساعد الآخرين على النوم دون لدغات. ولا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة لتصلك أفضل النصائح الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي.